الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل محمد. من محافظة صنعاء اليمن الباسلة، بعد معاناة كبيرة من أزمة الغاز، نكتشف وإياكم مع المخترع هاني بختان سر هذا التنور الذي يتكون من 2 مواسير. نبدأ بالمرحلة الأولى مشاهدينا الكرام، تنكة، ونخزقها خزق و2 مواسير. والآن الخطوة الأولى خزق في التانكي من تحت مدخل الهواء. الآن نطبق الماسورة الصغيرة وندخلها إلى وسط التانكي، والماسورة الطويلة إلى وسط الخزق حق الماسورة الصغيرة. امسك وقف هذا. طبعا مشاهدينا الكرام، هذا الاختراع بديل الغاز بسبب الأزمة الراهنة الموجودة حاليا، وهذا بديل الغاز. طبعا هذه تحضير التنور بدون غاز عن طريق منشارة الخشب. نكبس منشارة الخشب. الآن نعبي منشارة الخشب على هذا المحتوى أي التانكي، ونملأه بالنشر من الخشب والكبس عليه. والكبس منشارة الخشب طبعا، وهو كبس عليه. ايوه، يمكن تتكلم انت. على سبيل انه في قصه النهار يعني فتره اطول. طبعا هذا التنور يحتوي على منشورة من الخشب، وتكون مدة اشتعاله حينما يكتمل الإجراءات لمدة ما يقارب أسبوع أو 10 أيام. وذكر ما خارج طبعا هذا التحضير من المخترع هاني عبد الله بختان، واشرف سنين، وكما من تصوير اشرف سنين. وهذا بكرة اكتشفناها من الشعب السوري المتضرر من الحروب التي دمرت الأخضر واليابس. صحيح. طبعا يتم الكبس على المنشور حق الخشب. بعد هذا الإجراء كامل الطين هذا ينتهي هذا التحضير بالكامل. وطبعا هذا المنجز يستفيد منه الملايين من اليمنيين نتيجة للحروب الدامية في هذه البلاد وانعدام مشتقات المحروقات بشكل عام. طبعا يتم وضع الطين بالكامل كما ترون. طبعا بعد هذه الإجراءات كامل يتم الوضع الأخير بتدوير الماسورة. تدوير الماسورة كامل يعني. طبعا بالنسبة للأشياء هذه نشف الطين، ومن ثم يتم إخراج الماسورة الكبيرة بتدويرها تدوير حلزوني بالطريقة هذه مشاهدينا الكرام. وطبعا الماسورة الصغيرة يتم نفس الطريقة التي بعدنا فيها الماسورة الكبيرة، وبذلك ينتهي التحضير. ويتم الآن تشغيلها لكي يتضح للمشاهدين الكرام كيفية تحضير تنور بدون غاز. من مع بعض. طبعا مشاهدينا الكرام، تم التحضير طبعا للاشياء، الرز، الطماطم، الذبيح، اللحمه، ايوه كل حاجه. طبعا بعد هذا الاجراءات تم التحضير مشاهدينا الكرام. وللاستفاده من هذه الاشياء يتم حظر حديد فوق هذا الطينه لكي تطرح اي محظور تريد ان تسد الخزاق لما يطفيها. طبعا بعد الاستكمال من الطبيخ أو ما يقارب ذلك يتم إطفاؤه بالطريقة التالية، وهو وضع كرتون تحت أو فوق، وبذلك ينقطع مجرى الهواء من داخل الماسورة.